ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة العربية كلها بخير يا رب، ورمضان كريم وينعاد عليكم بالخير والبركات يا رب. النهاردة طبعا أول رمضان، بقول لكل الناس اللي هيشوفوني وفانزاتي وكل الناس اللي هيشوفوني ويشوفوا الفيديو بتاعي، كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير والبركات. النهاردة بقى هنوريكم فطارنا النهاردة أول يوم رمضان. هنعمل بقى عندنا رز اهوت، هنعمل رز معمر وهنعمل بزلة، وعندي لبن اهوت للرز، وهعمل جلاش وهعمل فراخ عشان عيالي مش عايزين بط النهارده، قالوا لي خليه يوم تاني. يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه اول حاجه. وعندي لحمه مفرومه، وهنشوف بقى الليله دي كلها هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه عملناها هنعمل الرز لان ده اسهل حاجه، وبعد كده نبتدي بقى ايه في بقيه الاكل بتاعنا. اول حاجه جبت الرز بتاعي غسلته حلوه قوي، وبعد كده رحت جايه حاطه معلقه سمنه حلوه كده كبيره كده جميله، غلفته بيها، ورحت حاطه معلقه ملح وحاطه معلقه سكر. هتحط السكر ليه؟ هقول لكم السكر ليه. السكر بيخلي طعمه حلو قوي، زي بتاع الفلاحين بالظبط، زي ما بتاكلي في البرام كده عند الناس الفلاحين، بيبقى طعم الرز ليه حاجه حلوه كده. يعني انا مره كنت باكل كده عند حد قرايبنا في الفلاحين، كنت رايحه فرح، وبعدين بقول لهم انتوا ليه الرز بتاعكم مسكر كده؟ راح قالوا لي احنا بعد ما بنعمل الرز كده بنحط معلقه سكر، هي اللي بتخليه طعم حلو قوي، وبتعمل له بقى وش جميل كده، وبتخليكي تاكلي بقى الرز كده وانتي مستمتعه. دلوقتي حطيت له بقى السمنه والسكر والملح زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اجيب اللبن بتاعنا، وهبتدي بقى ايه احطه عليه. زي ما انتم شايفين حطيت اللبن بتاعي، ورحت جايه بقى كان عندي القشطه بتاعه اللبن انا بحوشها على طول في الفريزر، وبعمل بيها كده ايه الرز المعمر. فحطيت اهوت على وشها، ورحت مولعه بقى الشوايه. هحطه الاول ياخد وش، وبعد كده هنزله بقى في الفرن لحد ما يستوي ايه براحته بقى. عمل وش في الشوايه اهوت، نزلته تحت ووطيت عليه النار يستوي بقى ايه، يستوي براحته. هنعمل بقى دلوقتي ايه البزله. انا قطعت البصله اهيت، وحطيت السمنه، وهحمرها كده شويه، وبعد كده ايه هنزل بالطماطم بتاعتنا. البصله بتاعتنا اتحمرت زي ما انتم شايفين، ورحت نازله بقى بايه بالطماطم بتاعتنا اللي انا مفرزاها عندي ديت. طبعا الطماطم دلوقتي غاليه، انا عملت حسابي وفرزت طماطم قبل رمضان. هحط بقى البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، كمون، شطه، بهارات، ومعايا كمان ورقه ماجي وملح. هقلب اقلب اقلب. يلا قلب يا معلم كده، يا جماله يا جماله. وهنسيبها بقى تتسبك، وبعد كده هنزل بالبزله بتاعتنا. بعد ما الطماطم بتاعتنا اتسبكت زي ما انتم شايفين، نزلت بقى ايه بالبزله بتاعتنا والجزر بتاعنا. كل ده طبعا حاجات مغذيه اللي مع بعض، البزله والجزر، وهجيب كمان تغلي غلوتين كده، وهجيب بطاطسايه. كل ديت حاجات مفيده لهم، تغذيهم وتغذي جسمهم، بدل الاكل اللي بيشتروه من بره، السندوتشات والاكل اللي كل عيالنا دلوقتي بيجيبوا اكل من بره. ونقولوا الحاجات المفيده يا جماعه كلوا في البيت، بلاش الحاجات الاكل اللي من بره ملوث وتتعبوا وكده. فديت البزله يبقى طعمها جميل، وفيها بقى ايه كل الحاجات المغذيه. هنغطيها بقى كده شويه قبل ما اروح ايه اقشر بطاطسايه كده واجيبها. انا جبت البطاطسايه اهيت، لان البطاطس زي ما انتم شايفين ما بتاخدش سوا، ما بتاخدش، بتستوي بسرعه، لكن البزله بتاخد شويه هي والجزر،
فعشان كده استنينا شويه ورحنا حطينا بقى ايه البطاطسيه الحلوه اللي احنا حاطينها. حاجات مفيده ومغذيه لاولادنا. هنغطيها بقى ونروح نشوف هنعمل حاجه. الرز بتاعي اهو استوى، طلعته وحطيت على وشه كده حته سمنه فلاحي كده عشان يخلي الطعم بتاعه ايه، تحفه. ايه انا حطيت البصله عشان اعمل الجلاش. هعصج اللحمه بقى كده، اتبل البصله كده شويه وبعد كده بقى ايه انزل باللحمه بتاعتنا. ورحنا حاطين بقى بعد ما عصجنا بعد ما عملنا البصله رحنا حاطين اللحمه، وبعدين حطيت الطماطميه كده مقطعاها كده حلوه بتخلي طعم العصاج حلو. ورحت حاطه البهارات بتاعتها، الفلفل الاسمر، كمون، شويه بهارات، شويه شطه، بابريكا، اي بهارات موجوده عندك بتحطيها وكده تبقى تمام. وهنروح بقى ايه نشوف نعمل حاجه تانية. كده اللحمه بتاعتنا هي اتعصجت زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنجيب بقى صينيه هيت ودهناها بالسمنه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ايه انزل بالجلاش كده واحده واحده كده. كده نزلنا بقى بالجلاش ورقتين ورقتين، ونحط بين كل ورقتين وورقتين ندهنهم بالسمنه كده. وبعد كده حطينا نص الجلاش اهوت وسيبنا النص التاني، وهنزل بقى ايه باللحمه بتاعتنا اللي احنا معصجينها كده. فردنا العصاجه اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى انزل بالنص التاني الجلاش. خلاص حطينا النص التاني ورحنا مقطعينه زي ما انتم شايفين. حطينا بقى بيضه وفلفل اسمر وشويه ملح صغيرين ولبن، وهبتدي بقى ايه ازقي بيه الجلاش كده زي ما انتم شايفين. بقى حطيت الجلاش زي ما انتم شايفين اهوت في الفرن. حطيت بقى حله فيها ميه وحطيت طماطمايه، بصلايه، ورقه لوري، حبهان، فلفل اسمر، حبه ملح. وهبتدي بقى ايه اول ما تغلي هنزل فيها بقى ايه الفراخ بتاعتنا. وبعد ما خلصنا الاكل بتاعنا رحنا عاملين صينيه الكنافه اللي انتوا شايفينها اهيت زي الفل زي الفل. وكده كان غدانا، فطارنا اول يوم رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس ليوصلكم مني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.